عارف يا صاحبي، الساعة اللي قبل النوم دي وانت على السرير تبقى ساعة مجنونة قوي، تحس فيها بحماس واكتئاب، بفرحة وحزن، بأفكار ملهاش علاقة ببعض، بحاجات كان نفسي أعملها في الواقع ما عملتهاش. عارف البنت اللي بحبها جات لي في أفكاري وطلع عن كل مشاعر اتجاهها، ونزلنا وقعدنا في كافيه. كان يوم حلو قوي. افتكرت أبويا وقعد بالجلابية في الصالة، كان هيبة وضحكته منورة وشه، وبدون سابق إنذار قررت أغير الكارير بتاعي وأروح أتعلم تمثيل. افتكرت شخص أذاني، اكتئبت وحلفت 100 يمين إن بكرة هنزل آخد حقي منه. النوم طار من عيني، ما أنا الحاجات اللي بتضايقني دي ما بتخليش أعرف أنام. ترتب عالي على أسبانيا، استاد الكامب نو، وحضرت الكلاسيكو، واتصورت مع ميسي. افتكرت زميلي في الشغل، قاعدين بناكل يا محترم مع بعض عيش وملح، استغل كلامي معاه براحتي وراح نقل كل كلامي للمدير. طلع عصفوره. وانا ما قلت صوتي ليه؟ يا اخي الشغل ده عمل لنا تربانه في دماغنا. المهم يا ابو حميد ما طولش عليك، رحت في النوم وانا نازل الشغل اشوف مين بقى يا محترم، البنت اللي بحبها، وهي ماشيه ولا شايفاني اصلا. الله، طب والنسكافيه بتاع امبارح ده انا دافع 60 جنيه ولا الهوا. المهم لقيتني دخلت الشغل وقعد بفطر مع زميلي وبرغي، بس ما قلتلوش عن كل حاجه. هو انا ايه عبيط؟